سندوتش بطاطس سوري ب5 جنيه بس، أرخص مطعم سوري في مصر، اللي من ساعة ما فتح من 3 سنين وأسعار المنيو كلها هي ما اتغيرتش. تعالوا ناخدكم في تجربة جديدة مع المطعمجية في منطقة توسون، تحديدا شارع 25 أمام جزارة مكة، وهو مطعم الكرم الدمشقي. ومفيش حد ساكن هناك وما كانش من عند الكرم الدمشقي. مطعم كله كرم ودايما بيعمل عروض، والمنيو أسعار غريبة جدا لدرجة كنا بنحسبه منيو قديم. وكمان عامل وجبات في رمضان ب25 جنيه بس، والواحد هناك كان حاسس انه راجع بالزمن لورا. سندوتشات السوري بتبدأ من 5 جنيه ووجبات كاملة كلها ب40 جنيه، ومنظر عرض الأكل ولونه كويس. ودخلنا نشوف الأكل وهو بيتعمل، ويفرد الراجل العيش السوري بقى الطعم دوت ويرصه جنب بعض، وينزل عليه بمعلقة التومية، وكل السندوتشات بتاخد تومية، وينزل عليها بالبطاطس المقلية ويغرقهم توابل سوري بقى، وينزل بلفت المخلل وعليه صوص الكاتشب، وغرقان يا معلم غرقان ودلعني. ويفرد سندوتشات التقفيرة السوري وينزل بيهم على الجريل عشان العيش يتحمص شويه. وطلبنا 4 سندوتشات وواحد بطاطس صاروخ، وده سندوتش مليان بطاطس، واي سندوتش هناك بيتحط فيه توميه وبطاطس. والسندوتش التاني الفاهيتا بالبصل والفلفل، بينزل عليهم بالموزاريلا على الجريل ويقلب في بعض، وعليهم الكاتشب تحفه، ويحطهم على العيش، وشكل السندوتش جامد قوي يا جماعه، وينزلوا عليهم باللفت. والسندوتش التالت الكريسبي، وهم بيعملوه فراخ فريش عندهم ويتبلوها وعليها خلطه الكريسبي اللي بتخليه قرمش. والسندوتش الرابع كان صدق بالخلطه، وكان الصدق وسط البصل والفلفل الالوان، وينزل على السندوتشات كلها بصوصات الكاتشب وغرق يا معلم. منظر السندوتشات بجد كانت تحفه. ويلف السندوتشات ويحضرها عشان يبدا يحطها على الجريل تستوي وتسخن والعيش يتحمص، عشان ندوق الاكل الطعم ده ونشوف بيقول ايه. ويدخل نصر على الصاروخ، وكان سخن ومولع وطعمه جامد. سندوتش مش محتاج معاه حاجه تانية، جواه التوميه والمخلل والتوابل، بجد حاجه اخر عظمه. ويدخل نصر على الكريسبي وطعمه حلو قوي، والاكل سخن والفراخ من جوه بيضه بتلمع ونضيفه، وكان حلو جدا. حبينا نتكلم مع المسؤول ونعرف ايه الحكايه وسر الاسعار اللي تجنن دي. مبدئيا حته المنيو دي احنا فاتحين بقالنا 3 سنين كده المطعم عندنا، ومن 3 سنين احنا ما زودناش الاسعار بتاعتنا خالص، لان احنا زي ما تقول فاتحين في منطقه شعبيه شويه يعني، فمش مستحمله ان احنا نزود الاسعار، فاحنا السعر بتاعنا ثابت بقاله كده حوالي 3 سنين، رغم تغيرات السوق بقى زادت علينا اكتر من 10 15 مره يعني خلال الفتره دي. بس في نفس الوقت بنحاول برضو يعني يبقى برضو الخامه افضل خامه بافضل سعر. بقى للتيست بتاعنا في الاكل، والله احنا بقى لنا 3 سنين ثابتين على نفس الحاجه. يمكن هي احنا حاولنا كذا مره نلعب في الموضوع ده، بس ما قدرناش عشان ما نزعلش يعني الزبائن مننا. وفي نفس الوقت انا عندي السندوتش البطاطس بيبتدي من 5 و7 و10 و13، في حين ان مفيش في المنطقه اللي انا فيها دي خالص الاسعار دي يعني. بس احنا بنحاول برضو كده واحده وواحده يعني، بحيث عشان برضو الناس نراضي جميع الاطراف. وبالنسبه للسندوتشات، المنيو عندي فيه ميكسات، في فاهيتا، في كريسبي، زنجر، في كبده اسكندراني، كبده فراخ، في كل حاجه ان شاء الله. بالنسبه بقى للاسعار دي كلها، رغم ان احنا اسعارنا قليله، بس برضو اي حد هيجي من خلال مطعمجيه ليه خصم كبير عندنا باذن الله، تشرفونا باذن الله. كانت تجربه جميله جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعونا عشان يوصلك كل تجربه جديده مع المطعمجيه.